بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صادق الوعد الأمين عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع هداه الصلاة والتسليم إلى يوم الدين. أما بعد، حتى من حيث انتهى شعبان جمال ابن البلد يناير الأسود. هزيمة ثم هزيمة بضربات الجزاء الترجيحية وثلاث تعادلات ولا تعادلين، داخلية والاتحاد. تعادلين وهزيمة وهزيمتين، تعادلين وهزيمتين آخر 4 ماتشات. شهر بلا فوز، سنة جديدة بتهل علينا بخير. طبعا انتم منتظرين اجي النهارده واقول دعمهم، قولوا مفيش نفس. دكتور اشرف كامل قال ابدا لن ادعم المتخاذلين الذين يتعاطون المال بالملايين ولكنهم لا يخلصون لعملهم ولجمهورهم. حماد عبد اللطيف الحاوي قالها: لازم يكون عندكم شوية دم، لازم تحسوا بالملايين الغاضبة. أنا مش من النوع اللي بيهد المعبد ولا من النوع اللي بيهاجم لمجرد الهجوم، وأنا آخر المدعمين، آخر تاريخي مركب الدعم وأول المدعمين، وأنا ورا الفانيلا البيضاء مهما كان. لكن اللي حصل النهارده كتير. مباراة صعبة قبل ما تبدأ، سهلت بالهدف وسهلت أكتر بالطرد. الطرد ده ما كانش طرد للمدافع، ده طرد للمهاجم من أخطر مهاجمي بيراميدز في الكرات العالية، اللي جالهم النهارده 11 ضربة ركنية وما يعادل 18 أوفر باس عرضي. في وجود علي جبر كان بقى رعب على عواد القصير. يعني بيراميدز خسر قوة هجومية وقوة دفاعية في وقت واحد، ولكن الثعلب الحقيقي في ذلك اليوم كان جايمي باتشيكو. ويفكرنا بماتش الاولاني مع الزمالك قدام مين كان؟ المصري بطرد في الجاني ساسي، واستطاع ان يحافظ على النتيجه ويطلع بال1-0. ليؤكد للجميع انه قد غبن باستبعاده، قد غبن باستبعاده وعودة الديك الذي لا أمان له. في شهر حزين وسنة بادئة بحزن ويوم حزين كئيب على كل الزملكاوية. صممنا نطلع علشان ندور ضوء، يا رب يوصل الصوت للي يستحق. إدارة بلا أدنى شك هناك تقصير. أنا أكتر واحد دافع عن إدارة الزمالك، ولكن لو فيريرا شايف إن الزمالك مش محتاج تدعيم يبقى العيب في فيريرا. سيادة المستشار، أنت بقعد على الترابيزة بتاعتك 4-5 من لعيبة الكرة الكبار، خد رأي الناس. انت جنبك كابتن مصر في كاس العالم، وجنبه اسماعيل يوسف لاعب كاس عالم، واسامه نبيه من افضل الناس اللي بتفهم كوره في مصر، وميدو ما بيخدش عليك بالاجابه. نسال الناس دي. عندك في الاستوديو احمد عبد الحليم وطارق يحيى وحماد عبد اللطيف ومحمد صبري، طارق السيد، اسال الناس دي. في جو يصل إلى درجة التجمد، وفي زمن صعب على الناس أن يقتاتوا الطعام، بيزحف الحد الأقصى من جمهور الزمالك.
الحد الأقصى من جمهور الزمالك إلى مدرجات التشجيع، ويصاب بخيبة أمل يلوها خيبة أمل ثم خيبة أمل ثم خروج من بطولة كانت في المتناول. والمفاجأة بعد الماتش رايحين نخش على موقع تذكرتي نقطع تذكرة الأشرف عشان يحضر يوم 21، تذاكر نفذت. تذاكر نفذت في 11 دقيقة بعد انتهاء ماتش بيراميدز. تذكرتي فتحت الحجز بعد الماتش على اساس ما حدش هيحجز. تذاكر الزمالك ماتش يوم 21 امام الاهلي نفذ في 11 دقيقة. ايه ده؟ ايه الشيء الوحيد اللي ناجح في المنظومة ده؟ جمهور الزمالك يا محمد يحيى. العطاء بلا حدود دون انتظار لشيء عشان مجموعة من اشباه الرجال. النهارده زيزو هو اللي لازم يسجل، شيكابالا لازم يعدل عشان هو اللي يسجل، امام لازم يعدل عشان هو اللي يسجل. مفيش الجماعيه، مفيش الجماعيه، اختفت الجماعيه. سيف الجزيري اتصب في قلب صبه خرسانه، كل كره بيصد على صدره بتبعد عنه 5 متر وكأنه بيلعب قدام فريق مكسح. ما بيلعبش قدام اقوى فريق في الدوري المصري، اقوى سكواد في الدوري المصري، فريق بيتحرم من علي جبر وعبد الله السعيد اول ربع ساعه وبيقف معاك لحد الدقيقه 120 وبيكسبك بضربات الجزاء. فريق في حراسه مرمى الشناوي وشريف اكرامي 2 يشيلوا بلديه. كريم حافظ المحترف بقاله سنين قاعد احتياطي لمحمد حمدي. دودي الجباس المرعب في الدوري المصري والبلجيكي والاسترالي والسويسري والامريكي ويرجع لمصر قاعد احتياطي بينزل عشان ضربة جزاء. الروج احتياطي. محمود دوادي لسه ماشي راح الجيش. محترفين زمالك كتاب. الكارتي تقل. فخر اللجار. ايه ده يا عم؟ ايه يا عم الناس دي؟ فريق لو خد جزء بسيط من العدالة لتسايد الكرة المصرية، ولكنه يغبن ومالوش ظهير يدافع عنه. فبتلعب قدامه والدنيا بتمشي معاك. مهتيب يطلع يجيب لك جون، بعد منها علي جبر يخطأ خطأ او يلبسه سيف الجزيري طرد ويطرد والدنيا فتحت. احلوت فريق جاي من قدام الاهلي بهزيمه 3. اي نعم مش الشناوي بتاعنا اللي كان واقف النهارده، مش الشناوي بتاع الاهلي اللي بيعرف يشيل 3 اجوان، وكان شناوي تاني خالص اللي موجود. لكن حتى انا ما رحتلوش، ده انا حتى ما رحتش زغزغته، ده انا ما رحتش تفيت في وشه. عشان احط نقط كده واقول مين غلطان ومين مش غلطان. هتجنن. عبد الشافي الوقت اللي لعبه اتحركت الجبهه الشمال. طب انت ليه ملعب المسلوس الشمال؟ وليه لما بتنزل عبد الشافي بتطلع عمر جابر؟ كنت بدل ما نزلت شيكابالا اللي باين كده هصدق الكلام الحديد واقول له انه شطب ما عادش بيلعب ولا في الماتش السهل، كنت ارمي عمر جابر في نص الملعب مكان السيسي واعدل المسلوسي على يمينه وانزل عبد الشافي وبدري شويه كمان. بناقص من المسلوسي انزل عبد الله سيد عبد الله نيمار. نيمار فين بقى؟ يعني نيمار فين؟ بتجمد ليه نيمار؟ وعلى فكره من النوعيه اللي لما بقعد بيرجع وحش. يعني دي كان من اهم اسباب الفوز بالدوري، انه وطلع زي فكرت بحازم امام اول ما طلع وكان لاعب هايل. يعني ليه الركنه اللي حصلت له ديت؟ سيف جعفر عمل ايه؟ سيف جعفر دلوقتي هيديني كرة احسن من امام عاشور، اسوأ لاعب في الزمالك امام عاشور واحمد سيد مصطفى زيزو اللي بقى كل انتاجيته في الماتش يا محمد رفع باسيست جول. احسن لاعب في مصر. انا مش هكتر في الكلام اكتر من كده. كل مسؤول عن الاخفاق النهارده مجلس الاداره. الزمالك محتاج 5 لعيبه.
مش رفاهيه اختيار. الزمالك محتاج 5 لاعيبه. الزمالك محتاج لاعب رقم 8 في الملعب وارجنت بشكل سريع جدا. محتاج 6 اداؤه مختلف عن الاثنين، محمود حماده ومحمود صابر فين؟ احنا بنقول الاسم وبنقول الترشيح بتاعه. حد كورته لقدام وبيعرف يسلم واستلم صح. ده الشيء الاكيد اللي احنا هنحتاجه. راس حرب هجام. الانديه المصريه بتغلي عليك، خلاص مش مشكله. اقفل صفحه الانديه المصريه بس ما تديلهمش. اي واحد يغلي عليك ما تديلوش. اي لاعب عندك زياده اديه للانديه المتعاونه معاك زي الجيش. الانديه اللي بتستعبط عليك وبتقول كلام خزعبلي بناقص منها، بناقص منها. لكن اللي بيحصل ده عبث ثم عبث ثم عبث ثم عبث. في كل الاحوال لا يصح الا الصحيح. الاداره احنا محتاجين 5 لعيبه وعلى وجه السرعه. على وجه السرعه 5 لاعبين في 5 مراكز يحتاجوا للدعم. دعمنا الاداره بما فيه الكفايه. النهارده احنا مش هندعم الا الزمالك. مرتضى منصور، امير مرتضى منصور، الناس اللي موجوده على ملف الكوره، احنا النهارده ورا الزمالك مش ورا اداره. لابد من دعم الفريق ب5 صفقات، و5 صفقات يعني على اعلى مستوى، منهم 3 محترفين مكان 3 موجودين. مكان 3 موجودين يمشي 3 يجي مكانهم 3 و3 اقوياء. غير كده يبقى عبث. فيريرا اما التعديل او التغيير، اما التعديل او التغيير. غير كده يبقى الكلام مش نافع. غير كده يبقى الكلام مش نافع نهائيا. نهائيا نهائيا. مفيش ترجيع تاني. اللعيبه هعمل زي السنه اللي فاتت، هجمد احط في الثلاجه. مفيش عندي اغلى من الزمالك. انا ما عنديش اغلى من الزمالك. اي ما يكون الاسم، ايا ما يكون الاسم. الاسم مين؟ انا ما عنديش في سكواد الزمالك حد اقوى من اشرف بن شرقي وفرجاني ساسي وطارق حامد. اللاعب المتخاذل يركن لحد تاني لو ناشئ. وطالما ان سنه شكلها سنه سودة كده من بدايتها لنهايتها، يبقى انا اغير الناس دي كلها واجيب واصعد ناشئين. اذا ما قدرتش اجيب حد من بره، بس اللي هجيبه يفرق. ما جبتش لعيب يفرق بناقص منه. ما جبتش لعيب اعلى من كده يبقى بناقص من اللعيب اللي جاي. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ فرق 60 بونت ماتش الاهلي والاتحاد. 35 بونت من الاتحاد، والنهارده 25 22 بونت من الاتحاد ومن الاهلي. فريق الباسكت. احنا بنتدمر ولا ايه؟ احنا بنتدمر ولا ايه؟ اللي مش قد المسؤوليه يمشي او نخفض الالعاب. احنا شعبيتنا كره قدم. لو هنبطلها كوره نخليها كوره ويد ونهتم بيهم. نخليها كوره ويد ونهتم بيهم. لكن العبث صورة عبثية، صورة عبثية وشيء يقطع القلب. مش ده الزمالك. مش ده الزمالك، وما ينفعش يبقى ده الزمالك، ومش هيكون ده الزمالك. إدارة الزمالك لسه عندنا ثقة فيكم. انتوا جبتوا الفلوس ووفرتوها. لو سمحتوا لو سمحتوا اصرف. افتح خزاينك اللي انت بتتكلم عليها واصرف. هات الفلوس وحطها في المتناول. هات صفقاتك. الجهاز الفني واقف على رجله وشايل حيله. ناقشه ده دورك. ناقشه، اتكلم معاه. ما كانش ومش هيستجيب ومش هيغير ومش هيعدل وهيفضل على عناده، يبقى التغيير دلوقتي. التغيير دلوقتي. ليه اساس اصلا لازم يبقى خلاص الراجل ده كفايه عليه كده. يبقى التغيير دلوقتي. وسام نبيه يجي يكمل. ما عنديش اختلاف على اي اسم. من ماتش الاهلي. ما عنديش اختلاف على اي اسم. خلاص والله. اما الجهاز الفني يقول اسبابه او
ويبقى عنده استعداد للتغيير المرحله الجايه، او كفايه. او كفايه. ده كلامي. نسمع كلام محمد يحيى. انا والله كلام ايه اللي اقوله بعد انت قلت، بس انا الراجل ده فيريرا يعني بيعاندنا، يعني زي ما يكون هو قاصد اللي هو يعاند الجماهير ويعاند الناس. كل مره نفس العند ونفس بقالنا 4 ماتشات نفس العند بتاعه، نفس اللي هو عايزه، ويعني مش معقول هو مش شايف اللي بيحصل يعني. محمد عبد الغني اداء كارثي. محمد عبد الغني ده مش عارف هو بيلعب معانا ولا بيلعب اسيستات للفرقه الثانيه ولا يعني. محمد عبد الغني ده في اسيست لمحمد شريف الماتش الجاي، طبعا محمد شريف ما يجيبش جون بقاله يطلع 20 ماتش، هيجيب جون فين اسيست محمد اللي هو المعتاد بتاع محمد عبد الغني. عمرو السيسي طبعا انا مش عارف ده عمرو السيسي بتاع الجيش ولا بعتوا لنا حد تاني. مصطفى شلبي جاي يقول لك بيعمل ليزر لشعر رجليه ومش عارف شعر فين تاني، ونام على بطنه وبيشيل شعره، ما مش عارف. فانا يعني سيد نمار واحد من اسباب فوزنا بالدوري، وكان راجل يعني لعيب هايل، لعيب كويس جدا جدا يعني. سيف جعفر هو اللي جاب لك كاس السنه اللي فاتت. وسيف جعفر شو ولا ايه؟ جول في الداخليه. جبنا احنا مصطفى الزناري وكان كويس يعني، كويس وكان هايل. بعد كان مستوى قل شويه وبعد كده بقى يتطور، بدا ما بقى حلو شويه ويرجع لمستواه، اما وقت بقى عاده ثاني. ده راجع من الاصابه. ما هو راجع من الاصابه، هو اي حد احسن محمد عبد الغني. انا لو نزلت العب احسن منه. مش عارف محمد عبد الغني مفنش السنه اللي فاتت عالمي. السنه دي ايه اللي بيحصل؟ محمد عبد الغني غلطات ورا الجول منه 90%. ده عمل واحده وجاي له كوره في الدقيقه 119 هو والشبكه بيميل منك. بيميل من الكوره. وعمل واحده النهارده بتاعت زكريا الورد، عمل انفراد لهم بس ربنا ستر والمسلوسي لحقها، يعني كانت برضه جول يعني انفراد، عمل لهم انفراد. انا مش هلوم على لعيب واحد، بس انا شايف الفريق كله سيء. فيريرا احنا دافعنا كتير عن فيريرا، وانا كنت بقول مدافعين عنه والبروفيسور بس اللي انا شايفه احنا خدنا الدوري. ما اقدرش امشيه، اقعد معاه واشوف اسبابه. لا وعنده استعداد يعدل ويتكلم ولا لا؟ لا انا كان هو يفضل كده نلحق نفسنا ويمشي، لان انا دلوقتي محمد في جزء كبير جدا من جمهور الزمالك متعلق بالراجل وشايف ان الراجل او محمل كل اخطاء فيريرا للاداره. لا محدش اعز علينا من النادي ومن الزمالك، ده اللي احنا عاوزين نقوله. محدش اعز علينا من النادي. محدش دافع عن مرتضى منصور وعن فيريرا وعن اللعيبه هنا قدي، لكن في نفس الوقت قبل الخطين الحمر على الفانيلا البيضاء. انا ما عنديش اي مخلوق في الدنيا، ما عنديش اي مخلوق في الدنيا قبل الخطين الحمر على الفانيلا البيضاء. لا مجلس إدارة ولا جهاز فني ولا لعيبة ولا أي شيء في الدنيا. الجمهور المكسور اللي 4 مرات في شهر واحد في بداية سنة جديدة، هي دي المعايدة؟ هي دي المعايدة؟ جمهور يروح معاك اسكندرية ويروح معاك أسوان يرجع من هنا حزين ومن هنا مكسور ليه؟ ليه؟ ليه في البرد وانتوا قاعدين في يعني أنت بتطلع بيتحط على كتفك جاكيت يدفي الدب، وبتركب عربية آخر موديل، وبتروح تاني يوم تقول ما خدتش فلوس انا عاوز فلوس، وانت مغلوب وانت معاكن على مصر كلها. ليه؟ ده الحكم يا دوبك بيصفر على الضربه الاخيره لسه ما شفتهاش والبوستات نازله على الفيسبوك. ما هو انت قعدت انت اللي بتفرح الاهلاويه. هو حقه، اي حد اهلاوي هو حقه. انا وبالنسبه لي ان انا اخش ادافع عنهم ليه؟ الاهلاويه النهارده ايه اللي يخليني اخش انت اللي بتفرحهم. ايه اللي يخليني اخش ادافع؟ انت عدت سبب فرحه الاهلاويه. انت مين؟ كل متخاذل في النادي، كل متخاذل. انا تقريبا ما فيش عندي حد في السكواد بالكامل لعيبه وجهاز فني شغال بضمير غير محمد اسامه. انا مش بتكلم على جلسه الليزر يا محمد يا يحيى، انا بتكلم ازاي طلعت اصلا، بطلعينها على صفحاتكم ليه؟ ايه الميزه فيها يعني؟ يعني ايه الحلاوه فيه؟ ده الستات ولا مؤاخذه ما بيعملوش الكلام ده. انت بتتفخر بايه؟ لا وبعدين التوقيت نفسه اللي هو طلع انت خسران ماتش ومن اسوان ومتعادل مع الاتحاد ومتعادل مع الداخليه، وطلع بعد 3 ماتشات بتعمل لي ليزر. يعني انت لو غالب ولا واخد بطوله وعملت يا سيدي ماشي، اعمل اتحرق في بيتك. انا مش عاوز يعمل ويطلعها، يعني عايزه يعمل وينزلها لي على اللي هو عايز ينزلها على الانستجرام ولا على يعمل اللي هو عايزه. بس انا مش عاوز اشوفك يا عم. انا اشوف قرفك ليه؟ ما كفايه اللي عامل لك. انا ليا اداء في الملعب، اللاعب ده بيجيب لي بطولات وبيعمل اللي عليه في الملعب وبيكسبني، خلاص اعمل اللي هو عايزه. يا محمد الناس دي ما بتروحش عند الواد الصغير الحلاق ولا بتروح المراكز دي غير وهي مغلوبه، زي ما تكون بتطلع لسانها للجماهير. دي ناس مش حاسه بينا، مش حاسه بالحرقان اللي في البيوت.
مش حاسه بناس كبيره وصغيره وناس مريض الضغط وسكر قاعده بتتفرج عليهم، مش حاسه بواحد يوميته قد كده بيروح يقعد على القهوه يشرب له كوبايتين شاي بنص يوميته عشان خاطرهم. بلاش اقول لك اللي بيسافر من بلد لبلد عشان يتفرج عليهم، اللي بيرجع والكل عمال يتنمر عليه في الطريق مش عارف يرد. القطر اتزف من اسوان للقاهره. يعني حتى احمد زيزو اللي كان كل ماتش نقول نشتم في اللعيبه، يقول لك الا زيزو الا زيزو، زيزو بقى له فتره كمان بعد التجديد، من بعد التجديد وخد اللي هو عايزه. لا زيزو واحد تاني. دي ضربه حاسم يا محمد، دي ضربه اولى في ماتش حاسم مع حارس مرمى طوله 210 سم. يعني حتى لو رقد في الارض هيمد ايده او رجله يجيب الكره. يعني حتى اوعى انت بتعملها مع مين؟ هما بيدربوكوا يقولوا لكم ايه؟ الحلبسه؟ انت لاعب ضربه جزاء على حارس مرمى من اطول لعيبه الكوره في مصر. لو رقد على الارض ونام رفع رجل او ايد هيجيب الشبك هيجيب العرض. فين الثقافه؟ دي لعيبه جهله مش مثقفه. دي لعيبه فقد ابجديات الثقافه الكرويه. والله يا استاذ محمود، انت ومحمد الحديد قبل كده اتكلمتم في موضوع جمهور الميديا ومش عارف ايه، وان احنا جمهور الميديا والله واحنا وحشين وبنشتم في اللعيبه، وجمهور المدرج يا سلام بعد ما نتعادل كده مع الداخليه ونده عليهم وتعالوا ويسقفوا فيريرا سانكيو ونسقف للعيبه اللي انتوا عدوا الله مع الداخليه يا رجاله او لا، احنا نعمل بقى زي جماهير الاهلي اللي ياخدوا علقه في الملعب تفوقهم بقى، لان احنا كده زهقنا. يعني جماهير الاهلي لما حسوا ان الفرقه بتاعتهم كده نزلوا خدوا علقه في الملعب. حسام غالي وعمرو جمال لابد من قرارات ثوريه النهارده. لكن انا مش هقعد ادعم وفريرا سانكيو اسقف لهم على الفاضي والمليان ويضحكوا عليا. لابد من قرارات ثوريه، لابد من تطبيق الثواب والعقاب حقيقي. انا ما اعملش 20 30 غرامه على اللعيبه واول فوز اشيلهم. لا مفيش حاجه اسمها غرامه الشارع. وبعد كده زي ما بتكافئ يعني يتعاقب. العقود بتاعت اللعيبه ديت، انت راجل جاي نادي الزمالك انا جايبك عشان اخد بطوله، يبقى العقود تتضمن الكلام ده. انت لو ما خدتليش بطوله هيتخصم منك نص العقد ده او ربع العقد او ايا كان. انت جاي مش تاخد لي 30 و40 و50 مليون جنيه عشان تيجي تخسرني وانا اخسر وانت تاخد فلوسك. لا، انت في العقد بعد كده العقود ديت لازم يا استاذ محمود يبقى فيها كلام. العقود انت جاي تكسبني بطوله، ما كسبتنيش بطولات انت هتخصم من العقد بتاعك. كابتن انا قلت كلام وانا مسؤول عنه. انا قلت عوامل النجاح 3: اداره عندها استقرار اداري وثبات اداري، اداره فنيه عليها الجزء الفني والخططي، لاعبين عليهم المسؤوليه، واخيرا جمهور للدعم. الجمهور اللي عليه الدعم دون من ضمن الدعم ان انا افوق، من ضمن الدعم ان انا اقف اقول ستوب. المنظومه بالكامل كده النهارده صفر، مفيش الا الجمهور. الاداره في ثغرات في الفريق لابد ان هي تتدارى. الاداره الفنيه اما تعديل المسار او الرحيل. اللاعبين ممكن نبدل، ننسف الحمام كله، نسيب المخلصين. انا مستعد ابني دلوقتي فريق على يوسف اسامه نبيل وحسام عبد المجيد وسيف فاروق جعفر وسيد نيمار وجوز الجوينه مع مصطفى الزناري والونش بعد رجوعه ومحمد عبد الشافي العجوز، وانسف الباقي كله، اصعد عليهم ناشئين واعمل فريق جديد. والنهارده يقعد معاهم النهارده، يرجعوا من القاهره من ماتش النهارده على النادي، ما يروحوش بيوتهم. اللي جاي له عرض احتراف يمشي قبل يناير ما يخلص، مش عاوز بطولات السنه دي. اللي جاي له عرض وبيلعب في دماغه الشيطان وعاوز يمشي دلوقتي واستفاد منه فلوس. فرصه كده والدولار غالي، واخد الفلوس دي واجيب لعيبه جعانه وشبعها كوره، ونلحق المركب يا سياده المستشار قبل ما ينهار. نلحق المركب يا سياده المستشار قبل ما تنهار. عندك كلام تاني يا محمد؟ لا اصلا طلعنا فاصل يا عم.